قد تعتقد أن الحب شعور غامض، سحر، أو صدفة حلوة، بس الحقيقة إن الحب وصفة كيميائية تصير جوا مخك. كل القصة تبدأ بثلاثة مكونات رئيسية. الأول الدوبامين، هذا هو هرمون المكافأة، هو اللي يخليك تحس بنشوة وإدمان على شخص معين، تحس إنك تبي تشوفه، تكلمه، كأنك ما تقدر تشبع منه، وتكون جنبه طول الوقت. الثاني النور إبنفرين، هذا يخلي قلبك يدق بسرعة، يدك تعرق، وتحس بتركيز شديد عليه لدرجة إنك تنسى اللي حولك. هو المسؤول عن التوتر اللذيذ حق البدايات. لكن المكون الأهم واللي يخلي العلاقة تستمر هو الأكسيتوسين، يسمونه هرمون العناق أو الارتباط. هذا الهرمون ما يطلع بقوة إلا مع اللمسة، النظرة الطويلة، والثقة العميقة. هو اللي يحول الانجذاب الحماسي إلى شعور دافي بالأمان والسكينة. هو اللي يخليك تحس إن هذا الشخص هو بيتك، هو وطنك. بدون الأكسيتوسين الدوبامين والنورابينفرين يختفون مع الوقت، يروح الحماس ويبقى الفراغ. لكن بوجوده يتخلق رابط أقوى من الكلمات، رابط كيميائي حقيقي. فالحب في النهاية ما هو سحر، هو كيمياء، وأنت الكيميائي اللي يقرر أي مكونات يضيفها لعلاقته